السلام عليكم. حين يهدد محمد علي الحوثي المملكة العربية السعودية العظمى بعودة الحرب وعودة القصف بالصواريخ والطائرة المسيرة على الأراضي السعودية، يتبادر إلى ذهني سؤال: ماذا لو كانت المملكة العربية السعودية أو النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية له نفس العقلية لنظام الحاكم في سوريا؟ كمثال، ماذا لو كانت العقلية السعودية تعاملت مع الحوثيين بنظام بشار الأسد وقامت بتدمير المدن والقرى اليمنية عن بكرة أبيها، ولا تأبه لا بالمواطنين السلميين ولا بالأطفال ولا بأي شيء؟ ماذا لو لم يكن لدى السعوديين مبادئ أخلاقية لا يستغنون عنها وإنسانية في التعامل مع الأعداء حتى في وسط الحروب؟ ماذا كان سيكون مصير الحوثيين اليوم؟ بالتأكيد الجواب واضح. لكي لا يستشرف علينا أحد بعد اليوم ويهدد المملكة العربية السعودية معتقدا أنه نجا من حرب مدتها 9 سنوات بفضل إمكانيته العسكرية، متناسيا مصدقا مقولة القط الذي يرى نفسه أسد. هذا هو حال الحوثي اليوم، وهو يهدد المملكة العربية السعودية. اليوم محمد علي الحوثي وجه تهديدات واضحة للمملكة العربية السعودية، قال فيها إن ما بين المملكة والحوثيين ليس هدنة، بل هو مجرد خفض تصعيد، وبالتالي فإن للحوثيين الحق في ضرب المملكة العربية السعودية ما داموا أنهم يرون أن هناك تجاوزات سعودية أو خطوطا حمراء تجاوزتها المملكة في هذا الصدد. الخطوط الحمراء بالنسبة للحوثيين لخصها محمد علي الحوثي في القول بأن المملكة إذا سمحت بشن أي ضربات على الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية فسيعتبر بداية لشن حرب حوثية أيضا ضد المملكة. الحوثيون لا يعلمون، كما أكد بعض الخبراء العسكريين، أن أي هجوم هذه المرة على المملكة العربية السعودية في ظل تغير كل الأوضاع العالمية سيكون بالنسبة للحوثيين كارثة كبرى، وأن الأسوأ لم يره الحوثيون لحد الآن، وأن أي هجمات في المستقبل على السعودية ستكون المعادلة مختلفة تماما. وقحة وقبح الحوثيين في تهديدهم لم يكتفي عند هذا القدر. الحوثي يقول أن الآن الحوثيين يستغلون هذه المناورات العسكرية مع الأمريكيين ومع التحالف الدولي، يستغلون هذه المناورات من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية، من أجل ضرب المصالح السعودية والمدن السعودية في حال خرقت السعودية هذا الذي يسمونه خفض التصعيد. محمد علي الحوثي اتهم المملكة العربية السعودية بالمراوغة فيما يسمى بإطار هذا السلام الغير الواضح والغير المكشوف، وقال إن على السعوديين أن يتخذوا منهجا واضحا نحو السلام، وأن مراوغتهم لن تنفعهم وليست في صالحهم على الإطلاق. إلى جانب كل هذه التهديدات للمملكة، هناك تحشيد عسكري مهول للقوات الحوثية على جميع المناطق الحدودية وفي جميع المدن، حتى أن الحكومة اليمنية قد أعلنت أن خارطة الطريق قد توقفت، وذلك بسبب كل هذه الإجراءات والعسكر الحوثية والتحشيد العسكري في جميع المناطق اليمنية. في ظل هذه التصعيدات، رئاسة مجلس الوزراء اليمني نشرت على تويتر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك يؤكد خلال أمسية رمضانية حضرها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي على المسؤولية التاريخية والاستثنائية أمام الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية للعمل بإرادة موحدة للتصدي للتحديات القائمة، وفي مقدمتها الخطر الذي يهدد الجميع دون استثناء، وهو مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا. رئيس الوزراء أكد أن الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، فهي تسعى بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن تتوقف. باختصار، المملكة العربية السعودية اليوم مشغولة ببناء اقتصادها ومشاريعها الكبرى، وليس لديها وقت لهذه الترهات الحوثية وهذه التهديدات، ولكن هذه دولة أهل سلم وأهلها يحبون السلم، ولكن في نفس الوقت إذا قرعت طبول الحرب تجدهم دائما جاهزين.